السلام عليكم. النهارده جايب لكم فيلم اكشن وكوميدي في نفس الوقت وكل الحاجات اللي بتحبها. فلو دي اول مره تشوفني فانا محمد، ودي قناه تلخيص على السريع، وده المكان اللي بنفصفص فيه الافلام لقطه لقطه. فيلا بينا نصلي على النبي ويلا بينا. بدايتنا من قلب حارة شعبية مع بنت صغيرة اسمها رؤية. في الوقت دوت كانت بتجري من شوية عيال صغيرين عايزين يتخانقوا معاها، وكل دوت علشان عجنتهم لما رخموا عليها. بس ما قدرتش تكمل معاهم وهربت علشان اتكتروا عليها. راحت تستخبى عند كابتن اسمه منصور، بطل ملاكمة معروف في المنطقة. استغرب ازاي رؤية بهدلت الأولاد كده، فقالت له إنها علمت نفسها الملاكمة. البنت عجبت كابتن منصور وقرر إنه يتبناها، ومن هنا بدأت حكاية روكي الغلابة. بفضل منصور رؤية كسبت بطولات وبقت معروفة، ومع كل انتصار ما كانتش بتنسى فضل كابتن منصور عليها، وكانت دايما بتفكره بالعملية اللي محتاج يعملها في عينيه. ولما اشتكت ليه ان الشغل بتاع الامن بيتعبها، قال لها المرة دي هتبقى حارس شخصي. وفعلا بقت الحارس الشخصي لدكتور ثابت، عالم الكترونيات رجع مصر بعد 10 سنين بره، ومعاه اختراع خطير ممكن يخرب الدنيا لو وقع في ايد حد غلط. منير ابن عمه استقبله في المطار، لكن في نفس اللحظة كان في شخص بيراقبه، غالي ورجالته اللي شغالين عند مستر ديفيد، الراجل اللي عينيه على اختراع ثابت. قال لمنير انه بعد ما خلص دراسة المشروع بتاعه برا مصر قرر يرجع للبلد، لان حياته بقت مهددة هناك. وكل ده بسبب المشروع اللي هو عمله، لانهم عرضوا عليه فلوس كتيرة مقابل انه يبيع لهم المشروع بتاعه، وهو رفض، وبالتالي بقوا يطاردوه في كل مكان. وطبعا الحارس الشخصي تبقى رؤية زي ما قلت لك. وبعد ما قابلت ثابت واتعرفت عليه، قعدوا في فندق يومين تلاتة لحد ما يتأكد ان بقى فيه امان. المهم بعد ما طلعوا الأوضة، رؤية فضلت تأمن المكان تجنبا لأي حاجة ممكن تحصل. أما منير فقال لثابت انه يرتاح شوية دلوقتي لأنهم بالليل معزومين على العشاء في الفندق. فقال له عشاء مع مين؟ قال له ابدا، دول جماعة كانوا عايزينك في شغل، وانا وافقت واتفقت معاهم وقرروا يقابلوك النهارده. ثابت وافق انه يقابل الجماعة دول، وفي حضور رؤية، خصوصا انه وقع بلسانه قدامها وقال ان في ناس بتهدده علشان تاخد منه المشروع. وفجأة روبوت غريب قطع كلامهم وظهر فجأة، وثابت عرفها ان الروبوت بتاع الأوضة اللي يقدر يساعدها في أي حاجة. بالليل بقى هو ومنير ورؤية نزلوا يقابلوا الجماعة بتوع الشغل، وتخيلوا يبقوا مين؟ غالي ورجالته. اصل اتضح ان منير اتفق معاهم وهو على عماه من غير ما يعرف هما مين. وسواء كان غالي او رجالته فكلهم يبقوا رجالة مستر ديفيد. مستر ديفيد ده عينه على المشروع بتاع ثابت. ساعتها بس ثابت فهم ان نفس الجماعة اللي كانت بتطارده بره مصر، وعلشان كده قال لغالي تفتكر يعني انا هقبل العرض بتاعكم وانا في مصر بعد ما رفضت وانا بره؟ قال له المشروع محدش منكم هيطوله، ومهما دفعتوا في فلوس مش هينولكم. بسبب كلامه دوت سمع تهديد صريح من غالي، وقال له ان المشروع بتاعه مش هيطلع من الفندق، وهدده بنفس مصير دكتور تاني اختفى زمان علشان رفض يشتغل مع مستر ديفيد. ثابت فضل مصمم على رأيه وما استسلمش. غالي مشي، بس ثابت مسك منير وبهدله على الخيانة بتاعته. بعدها اتضح ان الروبوت اللي في الأوضة مش روبوت عادي، لكن كاميرا مراقبة على هيئة روبوت. وغالي هو اللي حجز الفندق والأوضة من الأول. والمصيبة ان منير كان عارف بكل دوت. بعد اللي حصل ثابت قرر يسيب الفندق بسرعة، وطلب منير يكلم الشرطة، لكن منير اتشال بعربية غالي علشان ما يبلغش البوليس. بعدين رجالته طلعوا على الأوضة عند ثابت وهددوه بالسلاح علشان يسلم الهارد. في اللحظة الأخيرة الرؤية دخلت الفندق وأنقذته ومسكتهم وعجنتهم. ثابت فهم إنه مش هيسيبوه في حاله، وقال للرؤية تفضلي تحميني وهدفعلك فلوس بالأخضر. خرجوا من الفندق وراحوا على الحارة الشعبية عند رؤية. هناك اتعرف على الكابتن منصور ومراته، ورؤية اديته الفلوس علشان يعمل العملية. بس فجأة رجالة غالي وصلوا لمكانهم بسبب لايف بتاع واحد في الحارة. الكابتن منصور ضحى بنفسه علشان رؤية وثابت يقدروا يهربوا، مبقاش ليهم مكان امان. فقرر ثابت يروح لدكتورة اسمها لوتس عندها نسخة من الهارد. بس غالي عرف مكانهم لان منير سرب معلومات ليه. وبعد مطاردة هربوا بالعافية وراحوا عند منير في البلد. ووقت فرحه في الفرح رؤية غيرت شكلها ورقصت وغنت وخلت الجو نار، وثابت بدأ يعجب بيها، خصوصا بعد ما وقفت في وش منير وقالت له ما يدخلش في موضوع بيع المشروع. لكن منير طلع خاين فعلا وبلغ غالي. تاني رجالة غالي هاجموا البيت عند منير وخطفوه كمان، وبعتوا فيديو لثابت يهددوه بيه. ثابت اضطر يروح بنفسه ويسلم الهارد، لكن مستر ديفيد حقنه بمادة غريبة تخليه ينفذ أوامره. في حفلة كبيرة قدام ناس مهمين خلاه يقول إنه هيتنازل عن المشروع بتاعه ليه اللي هو مستر ديفيد. المفاجأة إن رؤية كانت موجودة في الحفلة ضمن فرقة الاستعراض اللي طلعت عشان تحيي الحفلة. وبعد ما خلصت خدت الهارد. ديفيد حاول يخلي ثابت يقتلها،
لكن هي ساعدته يرجع لوعيه، وفي الاخر اكتشفت انه مش انسان، طلع روبوت. بعد محاولات طويلة، رؤية قدرت تفصل دماغه عن جسمه وتبوظه. الهارد بقى في امان ومع الناس الصح، ورؤية اللي هي روك الغلابة وثابت كملوا مع بعض تحت شعار رب صدفة خير من ألف ميعاد. كده نكون وصلنا لنهاية الفيلم، واللي حصل فيه حاجات كتيرة، بس الأكيد إنك لو تابعت معايا فشفتها كلها وأنت مستمتع. لو الفيديو عجبك دوس لايك كده جامد، واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من عالم التلخيصات الجامدة. وعايزك تكتب لي تحت في الكومنتات ايه أكتر مشهد عجبك في الفيلم. أشوفكم في فيديو جديد وحكاية جديدة وسينما جديدة، والسلام عليكم.